الخطوبة أساس بنبني عليه حياة جديدة بعد الجواز. طب ازاي بقى يا زكية تعرفي تتعاملي مع خطيبك وعيلته عشان ما تبقيش يا خيب؟ البنات في الخطوبة نوعين، نوع لئيم وبيخطط، ونوع تاني صريح وواضح وبيحط قواعد وبتعمل لنفسها أساس تبني عليه حياتها بعد مدة، ونوع تالت ماشي بالبركة بيتعامل بالفطرة وزي ما تيجي تيجي. والنوع التالت ده بقى اللي بقول لها يا خيبتك يا خيبتك. اولا اعملي لنفسك شخصيه واتفقي معاه يكلمك باحترام وادب قدام الدنيا كلها وخصوصا قدام اهله، ولو حتى هزاركوا سوا اوفر ما ينفعش الهزار ده يبقى قدامهم، عشان من الاخر كده محدش يجي بيتجرأ عليكي. ودايما تعملي لنفسك كيان وشخصيه، يعني تعملي لنفسك شخصيه من اولها بدل ما يركبوكي زي الجمر اللي في الاهرامات وكل واحد ياخدك لفه. وخلي بالك اخته يا حبيبتي اللي انتي انتمتها وبتقولي عليها روحي 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 واللي هي اصلا مجوزاكوا لبعض، دي اول واحده هتفقعك اسفين معتبر بعد الجواز. فحطي حدود بينك وبينها وقليل من العشم اللي ما بيضرش. من الاخر كده احذري حبيبتك وكل حاجه، بس الاحترام حلو، وانك تعملي حدود ما بينك وما بينها ده فل الفل، والاصول ما بتزعلش. حبيبتي ممنوع بتاتا تزوري اهل خطيبك لوحدك، يا اما وسط اهلك يا اما بلاش. ويا ريت كمان مش كل الزيارات تروحيها، عززي نفسك وما تخليش حد منهم يعمل عليكي وصي ويتدخل في حياتك ويقولك تعملي ايه وما تعمليش ايه. اعملي الواجب والاصول بس كله بمزاجك. يعني من الاخر كده ما تخليش حد يجبرك على حاجه، سواء خطيبك او مامته او اخته، عشان لما تقولي لا على حاجه محدش يلوي يبوزوا عليكي. عرفيهم من اول يوم انك ما بتحبيش حد يتدخل في حياتك، وانك بتعشقي الخصوصيه ومبدأ ان كل بني ادم حر في حياته، وده ابنكم ومنكم. لكن لو حاجه تخصني وتخص بيتي احب اخد القرار في المشكله دي انا وهو، وانا بنورك عشان ما تبقيش يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. وحاجه مهمه بقى، لما تتصلي بخطيبك وما يردش عليكي سواء نايم مشغول متخاصمين، ما تروحيش جري تتصلي على مامته وتقولي لها طمنيني عليه، ساعتها الست هتقول عليكي مدلوقه. يا بنت اتقلي ما تبقيش خايبه. والاهم من كل ده اوعي تسمحي لاي مخلوق يتدخل بينكم ويحل مشاكلكم، ولو اتعودتوا تدخلوا بينكم الكبير والصغير بعد كده مش هتعرفوا تحلوا اي حاجه. وهقولك على كلمتين تحطيهم حلقه في ودنك وتتبعيهم مع خطيبك كمان، اسرار بيتك ما تطلعش بره، سواء اكل شرب خطط احلام مشاكل، انتوا الاتنين سر بعض، انتي وخطيبك سر بعض، والسر لو طلع بين اتنين ما بقى سر. وديني فطمتك على اللي فيها، ولو ما عملتيش زي ما انا قلتلك ما ترجعيش تعيطي. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. انا بسنت نبراوي، تابعيني في خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك.